ملعون من يتكل على ذراع البشر، وعن الرب يحيد قلبه. يحيد قلبه. فنسأل أنفسنا، قلبنا متعلق بربنا قد إيه؟ متعلق بربنا قد إيه؟ الآية بتقول إيه؟ جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا تزعزع. فلا تزعزع. أحكي لكم قصة واقعية. فمرة قامت حريقة في بيوت، والبيوت دي من ضمنها بيت أب كاهن، والأب الكاهن كان بيصلي في القداس أثناء الحريقة، ودخل شماس كتب ورقة لأبونا: يا أبونا خلص بسرعة، بيتك جنب منه حريقة. أبونا قال الورقة وعمل إيه؟ إيه رأيكم يعمل إيه؟ ها؟ يسرح في القداس عشان يروح البيت ولا يعمل إيه؟ خد الورقة حتى تحت الصينية اللي فيها الجسد، وبدأ يصلي بهدوء خالص. آخر ما خلص القداس: يا ابونا مالك طولت ليه؟ انت ما قرأتش الورقة؟ رد بسيط، قال لي: حبيبي انا بصلي لله، بصلي لله، وكل ما اطلبه الله يستجيب لي، وانا في كنيسة العذراء ام العذراء تبعت ملائكة تطفي النار. بصوا له كده استغربوا. طب يا ابونا يلا بينا نروح نشوف البيت حصل فيه ايه. ابونا رد: يا حبايبي انا وصيت الملائكة تروح تبعد النار عن بيتي. الشمامسة قاعدين يسمعوا، والناس قاعدة تسمع تشوف وصية ربنا للملائكة عملوا ايه. عملوا ايه؟ طلعوا من الكنيسة راحوا يشوفوا بيت ابونا، لقوا الآتي: اللي على بيت ابونا اتحرق، وشمال بيت ابونا اتحرق، وبيت ابونا ما اتحرقش. ما اتحرقش ليه؟ ابونا بعت ملائكة حارسة، وطلب من ربنا رب الملائكة يبعت ملائكة، وتشفع بالعذراء تبعت ملائكة هيكسفوه. ها؟ يبقى هنا نسأل أنفسنا سؤال: في الأيام اللي احنا عايشينها متكلين على مين؟ عايزين الوقت يتوظف، مش هيتوظف، مش هنلاقي ناكل. ليه؟ انظروا إلى طيور السماء، لا تزرع ولا تحصد، وأبوكم الذي في السماء يقوتها يعلها، فكم أنتم يا قليل الأيمان. احنا عايزين يا حبايبي نتكل على واحد قوي، واحد غني، واحد يقدر على كل شيء، اللي هو القي على الرب همك فهو ايه؟ يعولك. فهو يعولك. فهنا التلاميذ قالوا لربنا: تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. طيب اسألوا التلاميذ نفسيهم: صلوا قبل ما يطلعوا يصيدوا؟ ها؟ طلبوا بركة ربنا قبل ما يعملوا؟ الآية بتقول ايه؟ سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو ايه؟ وهو يجري. احنا دلوقتي في مجتمع مالي،
المجتمع اللي انتوا عايشين فيه مجتمع الدينار والدولار والفلس والكلام ده كله. انتوا متكلين على ايه؟ ها؟ كل ما تطلبوه في الصلاة مؤمنون يعمل ايه؟ يستجاب لكم. ربنا قال للتلاميذ اعطوا الشعب ده اللي قاعد ياكل. بصوا التلاميذ ومنهم كانوا تبع الفريسيين، قالوا نجيب منين اكل العالم ده كله؟ ولا ب5000 دينار يقضيهم، وان اكلوا ياكل كل حاجه بسيطه. قال لهم طيب عندكم ايه؟ قالوا 5 خبزات وسمكتين. قال لهم هاتوهم. بص ليهم بارك وشكر وكسر وقال لهم اوتوا وياكلوا. يقول لك اكل الجميع وفاض 12 قفة مملوءة، والاكلين كانوا ايه؟ 5000 نفس، وفي مرة تاني كانوا 3000 نفس. يا ولد، يبقى بالتالي هنا احنا مسيحيين، والعيب ان احنا عايشين في مجتمع رأس مالي. متكلين على مين؟ كل واحد يسأل نفسه متكلين على مين؟ على الدينار. دي نار، ده شيء وحده، ونار الجزء الثاني. والنار تاكل الدينار، والواحد يشتغل قد ما يشتغل ويجيب قد ما يجيب يلاقي نفسه عريان. ليه؟ تعرفوا ليه؟ ما طلبش بركة الرب تحل في اللي بيجيله. تحل في اللي بيجيله. تحل فين؟ تحل في الفلسين. تحل فين؟ تحل في الخبزتين. تحب اللي فيه في القليل من الأكل. احنا إلهنا يا جماعة غني غني، وكل ما نطلبه منه في الصلاة يعطيها لنا ويستجيب. ربنا هو اللي بيغني، ربنا هو اللي بيقوي، ربنا هو اللي بيشفي. في مرة وانا في الدير يجوني بيقولوا لابونا صلي، قلت لهم خير. قال عندنا واحد وديناه للدكتور قال عنده سرطان. طيب بعدين عايزين ربنا يشفيه. وبعدين رحنا للدكاترة قال له خلاص منوش امل. طب وجايين يدل جايين عشان تصلوا له يمكن ربنا يشفيه. كلمة ايه؟ يمكن دي شعلقة، عدم ايمان. فطلع راهب قال لهم عندكم ايمان بربنا اللي انتوا جايين تطلبوا منه الشفاء؟ قال له ايوه. قال لهم الواد شفي، روحوا حسب ايمانكم يكون لكم. ماشوا. وبعد اسبوع جايين الدير وجايبين ندر وعيش واكل. ايه الحكايه؟ ده الراجل خف، واحنا كنا ندروا ادي الندر بتاعكم. طيب قبل ان ناخد الندر نسالكم سؤال. الولد اللي كان مريض وهيموت شوفي بصلاة مين؟ رأيكم انتوا شوفي بصلاة مين؟ الآباء الرهبان ولا إيمان ناسه ولا إيمان المريض؟ 3. الآباء صلوا، فصلاة الإيمان تقتدر كثيرا في فعلها. هم ما بحثوا عن المسيح أب العطاء، فقال لهم كده حسب إيمانكم يكون لكم. هم صدقوا ربنا يسوع المسيح. فشوفوا يا المريض، ثقي يا امرأة إيمانك قد شفاكي، قد شفاكي. أحكي لكم قصة تانية. مرة كان عندها ست وعندها ابن وحيد، والابن الوحيد يده مرض اسمه الحمى الشوكية اللي بيجي للأطفال، والطفل اللي بيجي له الحمى الشوكية بينتهي. عملت ايه الست دي؟ هتقولوا عقل نسوان زي بعضه.
خدت الواد ولفته وطلعت بيه في الليل، راحت الكنيسة، رجعت الكنيسة مفتوحة وأبونا مش موجود. دخلت جوه قدام الهيكل، طلب الصلوات العذراء والملائكة والقديسين لأجل الابن. داست على باب الهيكل، لقيت الباب مفتوح. تعمل ايه؟ رمت الواد في الهيكل ومشت. روحت البيت، يوسف بيقول لها كنت فين؟ قالت له عندك، رحت لواحد ملك، حكيت له حكايتي وحكيت له وجعي وجيت. طب الواد فين؟ سبته عند الملك، عايز ياخده، عايز يشفيه. وانا بكره راح اشوف الملك هيعمل فيه ايه فيه. صبحيه صحت وصلت بدري في بيتها وطلعت على الكنيسه، لقيت الكنيسه مفتوحه وابونا لسه ما صلاش. رفع البخور ولا القداس وراحت ناحيه الهيكل. فابونا بيقول لها انت عايزه ايه يا ستي؟ قالت له انا في امانه سايبها هنا ومشيت، عايز اشوف الامانه خدها ولا قاعده. قال لها هو انت ام الواد اللي في الهيكل ده؟ قالت له ايوه. قال لها انت عاقله؟ قالت له ايوه. انت عاقله تسيب ولدك في الكنيسه وتمشي؟ قالت له ايوه انا عاقله. انا سبته لمين؟ سبته لربنا. سبته فين؟ في بيت ربنا. وقلت لربنا كلمه البساطه، يا رب انت عايزه خده، عايز الدهن خليه. فربنا شافني غلبانه ما عنديش عيال فخلوها لي. عندكم ايمان؟ بسألكم سؤال، عندكم ايمان؟ ما ردتوش ليه؟ اختبروا انفسكم هل انتم في الايمان؟ امتحنوا انفسكم هل انتم ثابتين وواثقين؟ من منكم كان له ايمان مثل حبة الخردل يقول لجبله انتقل من هنا فانتقل، زي ايام ام ببرام ابن زرعه وسمعان الخراز اللي نقلوا المقطم. احنا بالتالي عايزين نقول لانفسنا ايماننا ثابت. ما احنا بنقول في بالحقيقه باستمرار وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي ايه؟ امين. ونتكلم عن الايمان الثابت فينا. نسال انفسنا كل يوم ايماننا بيزيد ولا ايماننا بينقص؟ ابني ايماننا بيدينا حسب ما نطلب ولا حسب ما نشتهي ولا عايشين ازاي؟ كل ما تطلبوه في الايمان مؤمنون يستجاب ايه؟ يستجاب لكم. فعايزين نختبر انفسنا كل يوم ايماننا بيزيد ولا بينقص؟ ايماننا بيتعلق بالله باستمرار ولا بيتعلق بالدنيا والعالم والشغل؟ ولا عندنا واحد اشتغل كم شهر ورفدوه نبكي ونعيط ونحزن ونشيل الطين زي ما بيعملوا الجماعة الصعايدة؟ احلن الرب قوي إله حي. انتوا لما بتحلفوا بالمسيح الحي ولا الميت؟ ها؟ الحي ولا الميت؟ المسيحنا حي، والحي لا يموت، والحي غني، والحي يعطي ويشبع إلى أن يفيض مننا. يبقى بالتالي نقول له ايه؟ نقول له على كلمتك يا رب نلقي ايه؟ الشباك. احنا طبيعتنا نزلنا من بطن امنا عريانين. ولما بينزل العيل من بطن امه بيصوت ليه؟ نازل في عالم محدش يعرف له نهايه ولا بدايه ولا معيشه. فبيبقى العيل الصغير بيطلب قوه وغنى ربنا. هل احنا علاقتنا بالله ثابته ولا لا؟ من له ايمان مثل حبة الخردل يقول للجبل ينتقل فينتقل. كل ما تطلبوه في الصلاة مؤمنون يستجاب لكم. هل عندكم ايمان ولا عندكم دينار وعندكم دولار وعندكم مشروعات؟ تفتكروا ربنا؟
شوفوا من تقليد الكنيسة الحلو، يقول لنا ايه؟ قبل ما تبني بيت افتكر الآية: إن لم يبني الرب البيت فباطل تعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطل تعب الحراس. باطل هو إيمانكم يا خليلي الإيمان. اطلبوا تجدوا، اقرأوا ايه؟ يفتح لكم، إن كل من يطلب يجد، كل ما نقرأ يفتح له. يبقى احنا بالتالي عايزين باستمرار تكون لنا علاقة بربنا، لحظة لحظة، مش يوم يوم ولا في الموسم، لا، لحظة لحظة، كل لحظة تعدى علينا نذكر فيها اسم الله. إنما أنتم لا تخف أيها القطيع الصغير، إن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. شوف يكمل يقول إيه؟ بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة، لأن فيما أنتم تعطوا يعطى لكم إيه؟ ويزاد، ويعطى لكم ويزاد. فإحنا عايزين نعيش في حالتين. الحالة الأولى نسأل أنفسنا: إحنا ملتصقين ومعتمدين ومتكلين على ربنا قد إيه؟ ملتصقين وعايشين وملتصقين بربنا قد إيه؟ قد إيه؟ في مرة قصة بسيطة كده، ولد كان أبوه ميت ورايح المدرسة، راح لمامته بيقول لها: ماما عايزين في المدرسة مصاريف وأنا عايز كسوة. قالت له: يا حبيبي وروح اطلب من ربنا وربنا يطلب منك. فراح الولد كتب ايه؟ ورقة: بابا يسوع أنا بحبك، وأنت يا بابا يسوع أبو اليتيم، أنت أبويا، ملياش حد غيرك. أنا محتاج كسوة المدرسة ومصاريف المدرسة والكتب، ابعت لي اللي أنا عايزه. وعمل ايه في فكره بصغير كده؟ طبق الورقة ومشي عند باب الكنيسة، عاملون صندوق بره للشكاوي. الواد عمل ايه؟ قال لك: ارمي الورقة دي فين؟ في الصندوق. كل ما يطلع يقع لأن صغير مش شايل الصندوق. واحد معدي قال له: يا ابني أنت عايز إيه؟ جايز قعدت تحط الورقة دي في الصندوق بتاع بابا يسوع عشان يبعت لي اللي أنا عايزه. الراجل مسك الورقة وقراها. لما قراها قلبه حن عليه، ولما قلبه حن عليه قال له: أنا يا حبيبي بعتني ليك بابا يسوع، تعال وريني بيتكم فين أنا عشان أجيب لك الحاجة. الواد فرح ومشى بيه لغاية البيت، خبط على الباب، مامته فتحت، قالت له: إيه في ياد؟ قال لها: ده حبيب بابا يسوع بابا يسوع بعته لي عشان يشوفني أنا واخواتي ايه اللي عايزينه. الام بسيطة فقالت: يا راجل انت منين يا عمي؟ قال لها: انا مسيح والصليب مرسوم على ايدي، وانا بقرا في الانجيل وعايش بيه، وانا بحب انفذ وصية ربنا اللي بتقول: ان جاء عدوك يطعمه، ان عطش اسقيه، من سألك فاعطيه. فانا دامت ولدك سأله مني فانا هجيب له كل اللي عايزه. والام عملت دخلت جوه في اوضتها، وقفت تصلي وبكت، قالت له: اشكرك يا بابا يسوع ان انت ما سبتنيش ولا سبتي اولادي، وسمعت الكلام الصغير وبعت اللي بعت له حسنه. وطلعت قالت له: يا عم عايز ايه؟ قال: عايز اللي محتاج ولادك. قالت له: محتاج كتير. قال له: وربنا بعت لي كتير اديهم. وكتبت له كشف، كتب الكشف وجاب كل الطلبات واعطاها للست. قال لها: بصي. قالت له: نعم. قال لي: خلي ولادك يعيشوا في الكنيسة ويرتبطوا بالمسيح، وكل ما يعيزوا حاجة يصلوا ويبعت لهم راجل حنين يدوم كل اللي فيهم. قالت له: انت ايه؟ قال لي: انا خادم ربنا يسوع المسيح. احنا لما بنحتاج بنعمل ايه؟ بنبكي ونعيط، مش كده؟ ونشيل الهم فوق راسنا ونصدع، بنقول: يا رب
ونقول لي أمي عذراء بنصلي لله من تعوزه شيء ليطلب من رب الأرباب الذي يعطي بسخاء ولا عير. اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. إلهنا يقوينا في إيماننا، يثبتنا في ديانتنا، اجعلنا نستمر في العلاقة مع ربنا صباحا ومساء ونصف الليل وصياح الديك، حتى يكون للمسيح ملكا على قلوبنا، متملكا على كل حياتنا، مسلمين له الأمر الذي يدبر حياتنا كما يليق. لإلهنا وربنا يسوع المسيح كل كرامة وكل مجد وكل تقديس في هذه البيعة المقدسة من الآن وإلى الأبد آمين. بشكركم باسمكم، وبشكر كل آباء الكهنة اللي هم سمحوا لضعفي أن آتي وآخذ بركتكم وآخذ بركة كنيستكم. أشكر أبونا إبراهيم سليمان، أبونا مرقس أيوب، أبونا دانيال عبد المسيح، ربنا يعوضهم على محبتهم كتير، يا ربنا يقويهم في خدمتهم ويساعدهم في عملهم، وربنا يبارك فيكم لكي تكونوا أبناء الله، تعيشوا في حياة مسيحية نقية قوية. لا أخذكم العالم ليه، بل قول باستمرار أنا أعيش للمسيح، وأن ما أعيش ليا أحيا مع المسيح كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لإلهنا ومسيحنا وملكنا ومخلصنا المجد والكرامة إلى الأبد آمين.